مرحبا بالجميع، معكم روميتو. كتير بنعرف انه الأدوية مضرة، لكن شو هي الأدوية اللي إذا اضطرينا ناخدها ما ينفع ناخدها مساء؟ أو شو هي رح نعرفها مع بعض في هذا الفيديو. فتحمسوا. مرهقة اليوم، قلت لازم أنزلكم فيديو، ما ينفع ما أنزلكم فيديو من معزتكم عندي حتى في وقت التعب والإرهاق. بس خلونا نبلش. طيب، من الأدوية اللي ما ينفع تتاخد مساء أو قبل النوم هي الفيتامينز، لأنها بتعمل على تنشيط خلايا الجسم والجهاز العصبي، فتقلل من إمكانية النوم وسبب الأرق. جربتها أكتر من مرة يا جماعة، وأسوأ حتى من الموت شوي، يعني مقاربة للتجربة. سيئة جدا، بتحس ان روحك بتطلع، بتحس ما بتقدر تتنفس، صعبة. حتى لو انت رح تاخدها مساء بس ما رح تنام، فهي بتتعب كتير. فلا تجربها، انا جربتها، انت لا تجربها. مدررات البول، لانه بطبيعتها ما رح تخلي المريض ينام بشكل طبيعي وهادئ. المسكنات بكل اشكالها، مسكنات الصداع اللي تحتوي على الباراسيتامول مع كافيين، مثل بانادول اكسترا، امبول اكسترا، وادول اكسترا. مش فاهمة ليش كلهم اكسترا، لانها ليلا تسبب الارق بسبب مفعول الكافيين. وبس، كثير بسيط الفيديو، تقدروا تكتبوا هاي المعلومات بورقة وتستفادوا منها. وبس، شكرا لكم على تعطيني من وقتكم الثمين، ومع السلامة.